بسم الله الرحمن الرحيم. سألني صديق لي يوما: لماذا الذي يقول الحق دوم مكروه؟ فكانت إجابتي له كالآتي: يا صديقي، بالعكس، الذي يقول الحق دوم المحبوب عند خيار الناس، ولكنه فعلا مكروه عند حثالة الناس، الذين جعلوا من قول الحق عدوا لهم، وبالتالي فهم لا يحبذون سماعه، فيفسد عليهم ما كانوا يبيتون من مفاسد. تصور يا صديقي أنه أصبح أناس من مجتمعنا اليوم إذا أنت أحببت إسماعهم قول الحق فإنهم مباشرة يردون عليك بمقولات أصبحت متداولة لدينا اليوم بينهم. فمثلا يقال لك: راح الحق مع وليه، أو الحق راح مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا أنت رفضت الظلم وطالبت بالعدل يقال لك: له راح تولي أنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا. هذه المقولات التي أصبحت شائعة عندنا وأصبحت حكما يحتكم إليها ضعاف العقول وأصحاب المصالح الضيقة، وتناسوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أحق الحق وأقام العدل بتطبيقه لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله الكريم. فمن المفروض أن نسير على نهجه في إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا نجعله حكمة لنحتكم إليها من أجل إبطال الحق وعدم إقامة العدل. يا صديقي، إن قول الصدق صفة من صفات المسلم، فالمسلم بطبعه ليس كذاب، لأن الكذب من صفات الكفار والمنافقين. لذا جبل المؤمن أن يقول الحق ولو كان مرا ولو على نفسه. ولقد جاء في حديث لعبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، الساكت على الحق شيطان أخرس. أما نصيحتي إليكم: الزموا قول الحق، ولا تخافوا في الله لومة لائم، وتأكدوا أن قولكم للحق هو الذي ينجيكم يوم القيامة. سلام.